درس فيه الشيخ ابن بديس وبني بجوار كنيسة. هذه هي قصة أقدم مسجد في ولاية تبسة من المعالم التاريخية والأثرية بولاية تبس، مسجد العتيق، وهو المسجد الذي لا يمكن لأحد أن يمر أمامه من دون أن يدخله ويؤدي للصلاة فيه، لرمزيته الروحية وتاريخه المتجذر، والذي يعود إلى منتصف القرن ال18 ميلادي، حيث قرر العثمانيون تأسيس مسجد غير بعيد عن الكنيسة المسيحية، بل مقابل لها، حتى يجد المسلم مكانا إيمانيا يتوجه إليه لأداء عباداته وطاعاته. كان ذلك حسب روايات متواترة سنة 1842 ميلادي قبل وصول الفرنسيين إلى تبسة، فهو يقع بقلب المدينة داخل السور البيزنطي، على بعد 100 متر تقريبا من باب كركل الشهير، والمسافة تقريبا مع أبواب سلمون، باب شالة، ثم باب قسنطينة والبلدية، ومن ثمة فسكان مدينة تبسة يمكن لهم الوصول إلى المسجد العتيق من كل الجهات، والمتميز بمأذنته المنقوشة والمرتفعة بالحجارة الصغيرة التي لا تختلف عن حجارة السور البيزنطي المسيج، ولكن بشكل أصغر وأجمل في نقشها على ضرار الأعمدة الداخلية للمسجد، والتي أخذت شكلا وطابعا فنيا يجمع الباحثون بأنه من الفن المعماري للعثمانيين، على غرار قاعة الأرضية تحت المسجد، متصلة بباب خارجي يطل على باب كركلة وباب داخلي يؤدي إلى قاعة الصلاة العلوية، وهذه القاعة مستغلة حاليا لصلاة النساء، وقيل أنها أول مدرسة كانت تدرس النساء قبل الاحتلال من طرف السيدة عبد العارم. وإذا كان المسجد يتربع على مساحة تقارب 300 متر مربع، فقد خصص له 3 أبواب رئيسية من الشمال والجنوب والغرب، ومن الشرق جهة القبلة، حيث المحراب الملتصقة به غرفة الإمام والتي تعرف باسم المقصورة، ومن الخلف قاعة تتربع على مسافة 60 مترا تقريبا خصصت للمكتبة، وعلى الجهة الشمالية قاعتين صغيرتين مفصولتين بجدار متصلتين ببابين يؤديان إلى قاعة الصلاة، قيل أنهما كانتا تستغلان لعابري السبيل ووضع أمتعة الغرباء عن المدينة أثناء تأدية الصلاة. وحسب الكثير ممن تحدثوا في عديد المناسبات، كالشيخ الحبيب فارس، سلطاني الجلالي، بول وردريد، الشيخ عبد العزيز، فإن المسجد إلى غاية سنة 1926 كان عبارة عن مكان تؤدى فيه الصلاة فقط، بأعداد من المصلين جد قليل، إلى غاية عودة الشيخ الشهيد العربي التبسي من جامع الزيتونة، حيث عرضت عليه إدارة تسيير المساجد كإمام، رغبة منها للحد من نشاطه وتحركاته ضد الفرنسيين، لكن الشيخ رفض فكرة الإمامة لقناعته من أن المحتل سيقلل من نشاطه الدعوي، فقام بتأسيس مدرسة التهذيب المتصلة بمسجد الشيخ العربي التبسي، والتي كانت على صلة تنظيمية بجمعية العلماء المسلمين وبقرار من حاكم فرنسا بتبسة الذي شفيت ابنته بعد صعودها منارة المسجد. أعطى الحرية التامة للشيخ العربي التبسي، حيث تحول من مصلى إلى مكان للخطابة الحماسية الإصلاحية ومصدر إشعاع، فصار الناس يزورونه من كل مكان. وقد حظي المسجد بزيارة العلامة للشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله، الذي ألقى فيه دروسا، ومع اندلاع الثورة تم تشديد الخناق من جديد على المسجد، والتحق الشيخ العربي التبسي بالجزائر العاصمة، حيث تولى إمامة المسجد عدد من المشايخ، مثل ما أكد الشيخ الناصر حليمية المؤذن المتقاعد، والقاضي درويش، والشيخ سليماني، والشيخ محمد الصالح جلالي، وللشيخ عبد الحفيظ بن مكي، وللشيخ محمد السخيري، وللشيخ حمية برباري، وللشيخ مصطفى بن الصغير. ومع مطلع الاستقلال انتشر أبناء جمعية العلماء المسلمين على مختلف مساجد الوطن، فاستقبل المسجد العتيق الشيخ الفقيه الزيتوني والإمام الحبيب فارس رحمه الله، فأعطى للمسجد بعدا تربويا وإصلاحيا ودعويا من خلال دروسه القيمة، خاصة يوم الجمعة، فكان الدرس يستغرق بين 2 و3 ساعات، بالإضافة إلى الجلسات الخاصة بالمقصورة مع الطبقة المثقفة، خاصة طلبة ثانوية مالك بن نبي وسعد الصديق والجامعيين الذين يتوافدون على الشيخ أثناء العطل،
فتحول المسجد إلى منارة علمية فائقة في التعليم، وقد تم تأسيس مدرسة قرآنية تابعة له ومتصلة بالمائضة، يفصل بينهما شارع صغير يعود لها الفضل في تخرج العشرات من حفظة كتاب الله، الكثير منهم من ما زالوا على قيد الحياة. وعلى الرغم من مرور قرابة القرنين من تأسيس المسجد، فإن رسالته لا تزال قائمة، وهو مقصد لمئات المصلين من مختلف أحياء المدينة، وفي رمضان بالخصوص.